في بلاد نود شرقي جنة عدن. وقفت ليليث ومن معها من جنيات الظلام على مشارف مدينة حنوك، فقالت: أيتها الجنيات الشيطانات الجميلات، ها نحن على مشارف مدينة حنوك. وقفت لاقيس قربها وقالت: يجب أن ننجح هذه المهمة. نعم، فعزازيل يعول علينا في أن نحرض هؤلاء البشر أبناء قايين ضد باقي البشر أبناء شيث. إنه وقت الغروب، هل سندخل الآن أم نبيت هنا إلى الصبح؟ إنهم يعودون من المراعي المجاورة مع أغنامهم، سأدخل المدينة معهم لأتفقدها، أما أنتن فابقين في مكان بعيد عن الأنظار وانتظرن إشارتي. حسنا سيدتي ليليث، سنظل هنا بين أشجار هذه الغابة في انتظار إشارتك السحرية، بعدها سنلتحق بك. جمعت ليليث شعرها الأحمر نحو الخلف، وارتدت معطفا أسودا طويلا، وخبأت رأسها بقبعة كبيرة، ثم تقدمت صوب المدينة فاختلطت بالداخلين إليها. كانت مدينة حنوك فسيحة كبيرة منبسطة على سهل كبير يشكل مرعى للأغنام، كما كان سكانها يعتمدون بكثرة على الزراعة، مما جعلهم متشبثين بالأرض التي حولهم ويحاولون التوسع فيها. توجهت ليليث مع عدد من الرعاة نحو باب كبيرة غير محروسة، حيث كانت للمدينة 7 أبواب كبيرة موزعة على طول السور الذي يلفها بشكل دائري. بدأت تتجول في أرجاء المدينة، حيث مرت بين عدد من الأكواخ الصغيرة وإسطبلات الحيوانات، فسمعت صخبا كبيرا وسط المدينة. أسرعت في اتجاه الأصوات لتجد احتفالا كبيرا حول نار كثيفة يسجد لها عدد من الأشخاص. وفي الجهة الأخرى كانت ترتفع موسيقى الجيثارات والمزامير الكبيرة. كان الجميع يتراقص ويتمايل، رجالا ونساء، وهم يشربون من براميل متوسطة الحجم مشروبات مخثرة ومعتقة. وقفت جنبا تتأمل ساكنة حنوك والجيثارات الطويلة المنصوبة، وفي النساء اللواتي يعزفن عليها. وعلى مقربة منهم لمحت مشاجرة بين شابين بالأيادي، فيما تحلق حولهم عدد من الأشخاص. اقتربت ليليث منهم فسألت أحد الأشخاص الذي كان يشرب مباشرة من برميل صغير ويصرخ عاليا مشجعا أحد المتشاجرين، فقالت له: ماذا هنا؟ لم يلتفت لها الرجل ذو اللحية الطويلة، لكنه قال: لقد بدأ النزال ب20 رأس غنم من الماعز، وأنا أراهن ب50 على هذا الشاب الأشقر. ابتعدت قليلا ثم توجهت نحو حلقة أخرى تجمع حولها عدد من الأشخاص، فاشرأبت بعنقها لتشاهد رجلا يستعرض مهاراته في ترويض الأفاعي والعقارب وينزع منها السموم بسهولة. أكملت ليليث جولتها بين كم كبير من البشر المتحلقين هنا وهناك. فجأة لاحظت أن شخصا ما يتبعها، فحاولت مناورته، لكنه ظل يترقبها ويقترب منها ببطء، فوقفت في مكانها بدون حركة إلى أن وصل إليها. التفتت نحوه بسرعة لتجد رجلا عجوزا أصلع الرأس ذا أنف مدبب وأذنين طويلتين، ويمسك عصا طويلة يتكئ عليها. نظرت ليليث إلى أظافره الطويلة المتسخة كأنها مخالب حيوان ضار، وقالت له: لماذا تلحق بي؟ اقترب الرجل العجوز أكثر من ليليث ومد رأسه نحو جسمها وأغمض عينيه وأخذ شهيقا قويا، ثم فتحهما وتراجع قليلا نحو الخلف وقال: لقد جذبتني نحوك هذه الرائحة. سكت قليلا وأردف قائلا: منذ زمن بعيد لم أشم مثلها. أحست ليليث كأن الشيخ العجوز قد كشف أمرها فقالت: رائحة؟ خطب الشيخ العجوز حاجبيه الكثيفين وقال:
ماذا تفعلين في عالم الإنس؟ أنت لا تنتمين إلى هنا. شعرت ليليث بالذعر وقالت في نفسها: هؤلاء البشر يفزعونني. صدق عزازيل، الخوف منهم. ردت وكأنها واثقة من نفسها: أنا عابرة سبيل، وجدت نفسي بالقرب منكم فقررت الدخول. نظر الشيخ العجوز في قدم ليليث ثم بدأ يتأملها ببطء إلى أن وصل إلى رأسها وقال: ما اسمك؟ اسمي الهامة، يمكن أن تناديني بالهائمة. تنهد الشيخ العجوز وضرب عصاه مع الأرض وقال: إنها أرض الهائمين، إنها أرض التيه والضلال. مد العجوز يده نحو ليليث وقال: أنا اسمي رؤوبين، وأنا أقدم شخص في هذه المدينة، عاشرت أجيالا وأجيالا. مدت ليليث بدورها يدها نحوه وسلمت عليه وقالت: أرى من خلال يديك أنك لا زلت تتمتع بالقوة بالرغم من كون جسدك تظهر عليه علامات التلاشي والانهيار. ردد رؤوبين بحسرة: لقد كرست جل حياتي وأنا أبحث عن شجرة الحياة لعلي أقطف من ثمارها ما يمكنني من استرجاع شبابي وضمان الخلود. وهل بحثت عنها في جنة عدن؟ لم تعد هناك جنة عدن بعد أن خرج آدم منها، فقد دمرت تدميرا. لو قطف آدم من شجرة الخلود عوض شجرة المعرفة لضمنا نحن البشر العمر المديد. لكن للأسف كانت ليليث تعرف الحكاية بكل تفاصيلها، لكنها تظاهرت بعدم المعرفة، فلقد سبق لها أن عاشت في كنف آدم ردحا من الزمن قبل أن تتمرد عليه وتلتحق بعزازيل. وبعد مطاردتها من طرف الأنوناك النازلين من السماء التجأت إلى الملك برقان قبل أن تخونه بدوره وترجع إلى عزازيل مرة أخرى. قالت: سمعت أن هناك أشخاصا من بني البشر يبحثون كذلك عن شيء اسمه زهرة الحياة، وهي التي ستمنحهم سر شجرة الخلود. تقدمت ليليث قليلا لأنها تحاول الابتعاد عن رؤوبين بعد أن تمكنت من زرع الطمع في قلبه، بل أنها زرعت فيه أملا جديدا في إعادة البحث عن شجرة الحياة. عدل رؤوبين من وقفته وسرح ظهره المنحني وركض بسرعة نحوها وقال: تمهلي أيتها الهائمة، هل قلت أن هناك بشرا آخرين يبحثون عن زهرة الحياة؟ ظلت ليليث تتقدم بين الحشود ولم تلتفت نحوه، لكنها قالت له: نعم، وحسب ما سمعت أنهم قاب قوسين من الوصول إليها. وقف رؤوبين بجنب ليليث وأمسك يدها وقال بلهفة: من هم؟ إنهم في بابل. إنهم أبناء شيث، تبا لهم ولغرورهم. ظلت ليليث تتحرك ببطء بين الحشود ورؤوبين بجنبها يحدثها عن الصراع الذي حدث بين قايين وهابيل، وكيف تمكن جده قايين من قتل أخيه. تأسسوا مملكة عظيمة سميت بحنوك تيمنا بابن قايين البكر. قاطعته ليليث قائلة: إنها مدينة صاخبة. نعم، نعمل بالنهار بجد ونحتفل في الليل بالصخب. لمحت ليليث مجموعة من الأشخاص يتم جلدهم بقوة، وهناك من يحرق حيا، وقالت: من هؤلاء؟ هؤلاء أشخاص حاولوا التمرد على زعيم المدينة ماتو، واسمه الكامل ماتو شائيل، وهو كبير القوم، وقد أمر بتعذيبهم عذابا شديدا ثم حرقهم في الأخير. يبدو أنه زعيم شديد القوة. نعم، إنه قاسي القلب، لا يعرف الرحمة، ويعذب حتى الأقربين إليه، حتى أزواجه وأولاده إذا خالفوا كلامه فإنهم يعانون من سطوته. حقا؟ نعم، انظري هناك في تلك الزاوية المظلمة.
أشار بيده بعيدا إلى ركن خال مظلم. نعم، إنه قفص فيه شخص ما. نعم، إنه ابن ماتو. إنه شاب وسيم اسمه مولوخ. ابتسمت ليليث وقالت بصوت تعجبي: مولوخ؟ ولماذا هو في ذلك القفص وفي ذلك الركن المنسي؟ تنهد رؤوبين بقوة وقال: مسكين مولوخ، ذنبه الوحيد أنه أحدب الظهر ومشوه الوجه، فلقد ولد هكذا، فتركه أبوه معلقا في ذلك القفص، ولولاي لمات من الجوع. لقد كان لأبيه ماتو ابن بكر اسمه لامك، أنا المفضل عنده، ثم ولد مولوخ فكان أحدب الظهر، ولهذا كان محط سخرية من باقي إخوته. ويوما ما أقدم مولوخ بعدما أصبح شابا على ضرب أخيه الأكبر لامك، مما أثار سخط أبيه، فرماه في حفرة النار، مما تسبب له في حروق كبيرة في مختلف أنحاء جسمه، فأنقذته أنا من الحريق، ولهذا عزلني ماتو من منصبي، حيث كنت ثاني زعماء القوم. ثم وضع مولوخ في قفص ونسيه هناك، فصرت أنا من يطعمه، وأمه أحيانا أخرى. تقدمت ليليث نحو مولوخ بسرعة، فتبعها رؤوبين حتى وقفت أمام القفص. صرخ مولوخ بقوة، لكنه سرعان ما سكت حين رأى رؤوبين واقفا بجانبها. قالت ليليث: مولوخ المسكين. بدأ مولوخ يحملق في ليليث بتعجب، فأردفت قائلة: هل تريد أن أزيل حدبتك التي على ظهرك؟ نظر مولوخ في عيني رؤوبين وقال بشوق: نعم نعم. حسنا يا مولوخ، انزع هذه الملابس المهترئة. مزق مولوخ قطعة الثوب التي كان يلف بها جسمه ويخفي فيها حروقه وندوبه، ثم وضع ظهره على القفص، فأدخلت ليليث يدها ووضعتها على حدبته، ثم بدأت تتلو عزيمة سحرية. نشبت شرارة نار في داره حتى قفز من مكانه وخر على الأرض يتلوى إلى أن اختفت النار، فتلمس ظهره مكتشفا أن الحدب اختفت تماما. قال رؤوبين: هذا مذهل أيتها الهامة. وأنت يا رؤوبين، هل تريد الوصول إلى شجرة الخلود؟ توسعت بؤرة عينيه وقال فرحا: نعم نعم. كان مولوخ يقفز من كثرة الفرح، ثم ينام على أرضية القفص ويلتف يمينا وشمالا ويقول: لقد اختفت الحدبة، لقد اختفت الحدبة. قالت ليليث: اسمع يا مولوخ ويا رؤوبين. اقترب منها رؤوبين، ثم توقف مولوخ عن الفرح، وضع رأسه بين أعمدة القفص، فقالت مسترسلة: أنت يا رؤوبين تريد أن تصل إلى شجرة الخلود التي في بابل، وأنت يا مولوخ تريد أن تنتقم وأن تستعيد جسمك بصفة نهائية. إذن فلنعقد اتفاقا نحن الثلاثة. أومأ مولوخ ورؤوبين برأسهما معا وقال: نعم، كما أزلت حدبتك يا مولوخ سأمنحك بشرة جديدة خالية من أي تشوه، لكن بشرط أن تصبح زعيما على مدينة حنوك، كما سأمنحك فرصة للانتقام ممن تسبب في تعاستك، ثم سنكون جيشا ضخما من كل ساكنة هذه المدينة، وسنتوجه به نحو بلاد سوسة وسنقضي عليها، ثم سنتوجه إلى بابل حيث آخر سلالة شيث هناك، وسنقضي عليهم جميعا وندمر بابل، وسيعثر رؤوبين على شجرة الحياة ويصير خالدا، وأنت ستصير ملكا على كل البشر. هل أنتما موافقان؟ قال رؤوبين: نعم، وهذا عرض أكبر مما كنت أتصور. قال مولوخ: سأكون عبدك سيدتي إن مكنتني من كل الذي قلته. أخرجت ليليث من تحت معطفها سيفا كبيرا وضربت به القفص، فانهار ومنحت السيف لمولوخ وقالت له:
هيا انطلق أيها الوحش. ركض مولوخ بسرعة وهو عار وسط الساحة، وغرز سيفه في بطن شخصين واقفين، فأرداهما قتيلين، ثم صرخ بأعلى قوة: أنا مولوخ، لقد اختفت الحدبة. أنا مولوخ، لقد اختفت الحدبة. فجمهر حول مولوخ كثير من الناس متعجبين كيف تخلص من حدبته، فدخل عدد من الجنود وسط المتجمهرين لإلقاء القبض عليه، إلى أنه بسرعة أفناهم جميعا. وفي تلك الآونة أعطت ليليث إشارة سحرية صعدت إلى السماء حتى تتقدم الجنيات على رأسهن لقيس للدخول إلى المدينة وتنفيذ مأموريتهن. دخل أبوه مات وقال: أيها المسخ البشع، كيف تتجرأ على قتل جنودي؟ انظر يا والدي، لقد اختفت. قاطعه مات قائلا: أيها المسخ، أنا لست والدك، كيف لي أن ألد مسخا حقيرا مثلك؟ انظر إلى نفسك، فلا زلت مشوها. ضحك مات ضحكة قوية أثارت غضب مولوخ الذي استل سيفه وقصد أباه محاولا ضربه، إلى أن ماتو كان قويا وسريع المناورة، حيث كان يتفادى كل الضربات. ثم أخرج سيفه بدوره وهاجم ابنه مولوخ. كانت كفة النزال تميل لصالح ماتو، فعلمت ليليث أنه بسبب طول المدة التي قضاها مولوخ في القفص قد فقد قوته، فتلت عزيمة سحرية ورسمت طلسما في السماء لا يراه أحد من بني الإنس، وقذفت به جسم مولوخ الذي استعاد حيويته وقوته، فضرب سيف ماتو وأسقطه أرضا وقال: سأقتلك وسأمسح جسمي بدمك حتى أتمكن من إزالة كل التشوهات التي تسببت فيها أيها الحقير، وسأصبح سيدا على مدينة حنوك. لا، الحكم سيكون لابن لامك. حاول ماتو الزحف نحو سيفه، إلى أن مولوخ ضربه برجله فأسقطه أرضا، ثم غرز سيفه في صدره فأرداه قتيلا. ثم فجأة من بين الحشود خرج لامك صارخا: أيها الوحش، لقد قتلت أبي. رفع مولوخ سيفه عاليا وضرب رأس أخيه لامك ففصله عن جسده وقال: حسنا، لم يعد هناك سيد على مدينة حنوك. نظر مولوخ إلى يمينه ثم توجه نحو الحشود المتجمهرة عليه التي بدأت تتراجع إلى الخلف خوفا منه، إلا سيدة واحدة ظلت واقفة في مكانها، فاقترب منها أكثر وغرز السيف في بطنها، ثم رفعها عاليا وقال: آسف يا أمي، فلا رحمة اليوم. كانت جنيات الظلام يتحولن إلى دخان، ثم يدخلن في أفواه نساء مدينة حنوك ويسيطرن عليهن دون شعورهن. فاجتمع نساء كثيرات في الساحة قرب محرقة النار، وبدأن بالزغاريد فرحة بفوز مولوخ. فبدأ عدد من الرجال يرددون: يحيى مولوخ العظيم. انحنى مولوخ على دم أبيه وبدأ يمسح به جسمه، فبدأت الندوب والتشوهات بالاختفاء حتى عاد جسمه كأنه ولد من جديد. فرفع سيفه وقال: هل من متحد يقاتلني على العرش؟ صرخ الجميع: يحيى مولوخ زعيم مدينة حنوك، إذن هيا بنا إلى الاحتفال. بدأ الجميع يرقص حول النار، ورفعت أصوات المزامير والجيتارات، وابتهج الجميع. فاقترب مولوخ من ليليث التي كانت واقفة بجنب رؤوبين، فقبل يدها وقال: شكرا لك أيتها الهامة، لا أعرف كيف أرد جميلك مهما فعلت. وضعت ليليث يدها فوق كتفه وقالت: اليوم هو يوم انتصارك، اذهب للاحتفال وخذ ما شئت من النساء لتعوض بهن حرمان السجن، وبعدها نناقش باقي التفاصيل. الأهم الآن هو الاحتفال. ركض مولوخ عاريا نحو الساحة، فانقض على سيدتين كانتا واقفتين في طريقه،
وتوجه بهما نحو وسط الساحة، وبدأ يرقص معهما ويعانقهما بقوة. على سهل فسيح ممتد على طول واد متفرع من نهر النيل العظيم، وقف كل من الحكيمين فقطش وكرير بمعطفيهما الطويلين. فبدأ الحكيم فقطش يخط بصولجانه في الرمل ويضربه نقاط وعرائض، ويرفع عينيه إلى السماء ثم يخط خطا آخر. فقال الحكيم كرير: أظن أن الأمر مبهم. نعم، أتظن أن الأمر سينجح معه؟ إننا على المحك، إما أن ينجح أو سينتهي أمرنا. ابتسم فقطش ابتسامة ساخرة وقال: يا للسخرية، لقد أصبح مصير بني الجن بين يدي إنسي. من بعيد قال الحكيم مشالخ وهو يقترب منهما: وأي إنسي؟ إنه لا تتوفر فيه شروط الحكمة أبدا. رد الحكيم فقطش: لقد تعرفت عليه عن قرب أثناء مهمتك في بابل، يمكنك الحكم عليه. وقف الحكيم مشالخ أمام الحكيمين فقطش وكرير وقال: إنه متهور شيء ما، لا يعتمد على المنطق المتعارف عليه، ولكنه شجاع لا يهاب الموت. رد الحكيم كرير: وهل شاكراته تتغير؟ إنها دائما مرتبة بشكل جيد، وهالته متوازنة لا يمكن اختراقها بسهولة. رد الحكيم فقطش وهو يحك جبينه: قد يصلح هذا الإنسي لهذه المهمة، لكن وإن فشل فأهم شيء ألا تسقط بيضة الحياة الخاصة بأبينا سوميا في يد الظلام. إذن يجب أن نظل قريبين منه. قال الحكيم كرير: ويجب كذلك أن نعده لهذه المهمة. نهض الحكيم فقطش من مكانه ورد قائلا: تأهيله أمر ضروري، فهيا بنا إلى خيمة يراع. توجه الحكماء الثلاثة عبر السهل بمحاذاة الوادي حتى وصلوا إلى خيمة حمراء دائرية نصبت بين شجرتين. كان يجلس بالقرب منها كل من يراع وليلى والحكيمة أم تعامى، حيث كانت الحكيمة تخط على الأرض، وكل من يراع وليلى منتبهان لها. بعدما اقتربوا من بعضهم البعض قال الحكيم فقطش: كيف أصبحت أيها المستنير؟ لازلت مصدوما أيها الحكيم فقطش. قال الحكيم كرير: لا عليك، بالرغم من أنه حمل ثقيل، إلا أنك ستجدنا دائما بالقرب منك. شكرا أيها الحكيم كرير، سأبذل أقصى ما في وسعي حتى تنجح هذه المهمة. نظر الحكيم فقطش إلى الأرض حيث كانت الحكيمة أم تعامى قد رسمت مجموعة من الرموز فقال: يبدو أن الحكيمة أم تعامى بدأت في منحك الدروس الأولية. نعم أيها الحكيم، لقد كانت الحكيمة أم تعامى تشرح لي أصل زهرة الحياة وكيفية تشكلها. جلس الحكيم فقطش وقال: اسمع يا بني، ستصل لمرحلة ستكتشف فيها أن زهرة الحياة تمثل كل شيء في الوجود، وأينما ستولي وجهك ستراها. فهذا الكون ممتد على شكل زهرة الحياة، كما أن أصغر شيء موجود على هذه الأرض هو على شكل زهرة الحياة. كل شيء خلقه إل وفق هندسة حكيمة مقدسة، إنها مشيئته. فهذه الزهرة التي نبحث عن سرها هي أساس الحياة على هذه الأرض، ولكي تصل إليها يجب أولا أن تفهم عناصرها الأربعة: النار والهواء والماء والتراب. لهذا يجب أن تفهمها. أقول يا بني أن تفهمها وليس فقط أن تكتشفها، فهي موجودة بيننا. فإذا فهمتها ستصل إلى العنصر الخامس الخفي، وهو ما يسمى بالأثير. ولكل عنصر من هذه العناصر الخمسة شكل معين. حين ستكتشفه وتفهمه ستتحول بيضة الحياة التي منحناها إليك لذاك الشكل. نعم فهمت. افتح السيف الذي منحته لك. أخرج يراع السيف من غمده، فأكمل الحكيم فقطش: انظر إلى هذه الرموز المرسومة.
إنها الأشكال الخمسة المقدسة التي ستكون دليلك لتصل إليها. أما المعطف الذي منحته لك فهو درع واقي من كل التعاويذ التي قد يرسلها خصومك ضدك. كيف؟ ستصادف في طريقك الكثير من الأعداء، قد يكون بعضهم سحرة من جنود الظلام، وقد تصادف في نهاية المطاف عزازيل نفسه، فإذا قذفوك بتعاويذهم السحرية فإن المعطف سيحميك من ذلك، لكن يجب أن تخبئ وجهك حتى لا تلمسك أي شظية. أفهمت؟ قالت الحكيمة أم تعامة: أظن أنه يجب أن يؤهل لركوب المركبة. وما المركبة؟ قال الحكيم فقدش: إن الحكيم نموشالخ والمسؤول عنها. جلس الحكيم نموشالخ وقال: كل من في الوجود له مركبته الخاصة به، فكل كوكب له مركبة خاصة به، كل شمس وكل قمر وكل حيوان وكل جني وكل إنسي، بل وحتى كل نبتة لها مركبتها الخاصة. وكل هذه الموجودات والمركبات هي جزء من المركبة الأصل أو المركبة الأم، وهي تمثل درجة الوعي الموجود عند الكائنات. اسمح لي أيها الحكيم، إن عقلي مشوش، أو ربما أنا غير قادر على فهم هذا الكلام. سأبسط لك الشرح. المركبة هي كلمة مركبة من 3 معاني: مير وتعني الضوء، با وتعني الروح، با وتعني الجسد. فالمركبة إذن هي حقل طاقة خفيف يدور من اليمين نحو اليسار، مربوط بنجمين في السماء، وكل نجم على شاكلة هرم سداسي الشكل. فبعد تمارين التأمل والتنفس الطويل ستتمكن من الدخول إلى حقلها، وستكون آنئذ على قدرة كبيرة من الاطلاع على المعرفة الكونية المشتركة. سيختفي المكان وسيختفي الزمان، وستذهب حيث لا وجود ولا عدم، حيث لا الثبات ولا الحركة، حيث لا الزوال ولا الديمومة، وحيث لا حياة ولا الموت. فقط ستكون أمام المعرفة المطلقة. سكت الحكيم نموشالخ، فقالت ليلى: وقبل خوض هذه التجربة يجب أن ينسجم جسمك وروحك مع الطبيعة لتصير في وضعية تناغم تام. حملق الجميع في ليلى بتعجب، فقال الحكيم فقدش: يبدو أني كنت مخطئا في تقدير مهاراتك يا ليلى، فكل يوم تبدين مهارات جديدة. كان الحكيم فقدش يعارض انضمام ليلى لمدرسة الحكمة بسبب فشلها في اختبار الاستحقاق، لكن أمام إصرار الحكيمة أم تعامة على قبولها وموافقة باقي الحكماء على طلب الملك برقان المستضيف للمدرسة، رضخ فقدش لطلبهم بشرط تمكينها من دروس خاصة لتطوير مهارتها. قالت ليلى: لقد اكتشفت في الحكيمة أم تعامة مهارات عملت على تطويرها، فكنت أنجح في أشياء وأفشل في أشياء أخرى. ربتت الحكيمة أم تعامة على كتفها ونظرت إلى عينيها وقالت: ما بك أراك حزينة؟ تنهدت ليلى وقالت بحرقة: حزينة على فقدان أبي الملك برقان وضياع مملكتنا. عانقتها الحكيمة وقالت: لا عليك، سيأتي يوم تنتقمين فيه من الظلام. قال الحكيم فقدش: يراه، هل أنت مستعد لبدء التمارين قبل اجتياز المركبة؟ أنا مستعد. أمضى يرى 10 أيام وهو يمارس خلوة التأمل، ممضيا أغلب أوقاته جالسا على ربوة صغيرة بين الأشجار المطلة على جانب الوادي، متأملا مرة في السماء ومرة في الماء المار بجانبه، ثم يغمض عينيه تارة ليسمع صوت الهواء، ثم يتأمل في التراب لعله يفهم العناصر ال4 المكونة للطبيعة. كانت ليلى تمده بالطعام مرة في اليوم لتختفي عن أنظاره حتى لا تشتت تفكيره، فكان يأكل من بذور النبات وبعض الفواكه فقط، وقد حرم عليه الحكماء أكله كل ما فيه روح كالأسماك واللحوم، وكل ما يخرج من روح
كالحليب والبيض حتى تتقوى هالته وتتحسن طاقته الداخلية. كان هدف الحكماء الأربعة هو إبعاد يرى عن كل المؤثرات الخارجية المحيطة به، وأن يصير منفصلا انفصالا تاما بذهنه وجسده عن العالم الخارجي، وذلك من أجل شحن طاقته الروحية والوصول إلى مرحلة الانطفاء الكامل، فيصبح جسده وروحه في حالة سلام تام وكامل يكون فيها يرى خاليا من التلهف والغضب والتسرع وأية معاناة أخرى. من بعيد وقف الحكيم فقطش يراقب يرى، فاقتربت منه الحكيمة أم تعامة وقالت: أيها الحكيم فقطش، هل تظن أن 10 أيام كافية ليرى لكي يدخل المركبة؟ نحن بني الجن قد نمضي أزيد من سنة في الخلوة ولا نستطيع ولوج المركبة الأم، لكن أعتقد أنه من هؤلاء البشر لا شيء مستحيل. وقف يرى على ضفة نهر النيل العظيم، فاقترب منه الحكيم فقطش وقال: هل أنت جاهز؟ نعم. نزع يرى كل ملابسه وأسواره التي في معصمه، فأمسك الحكيم فقطش بيده وتقدم به داخل النهر حتى وصلت المياه إلى حلمتيه. رش على رأسه ماء النيل 3 مرات، ثم اغطسه كليا 7 مرات، ثم أخرجه من النهر وقال له: يرى، قد قامت قيامتك اليوم، ها أنت الآن في سلام وتناغم داخلي بين جسدك وروحك. قال يرى وهو يحاول ارتداء ملابسه: ما فائدة هذا الطقس؟ انتظر، لا ترتدي ملابسك فإنك ستدخل المركب عاريا. مسك الحكيم فقطش يد يرى مرة أخرى وتوجه به نحو الغابة قائلا: هذا الطقس يسمى التعميد، ويفيد الإنسان في ضبط الشاكرات ال7 المضيئة في جسمه، أظنك تعرفها. أومأ يرى برأسه قائلا: نعم، سبق أن أخبرتني عنها ليلى، وشيء آخر اسمه الهالة وهو يحيط بي. نعم، هناك هالة ضوئية تشع منك، تستطيع القوة الشريرة أن تلج من بين شقوقها لتخترق شاكرتك وتسبب لك أذى نفسيا أو جسديا. فهمت. التعميد وذهن الجسم بزيت الزيتون يفيدان في غلق شقوق الهالة وإصلاحها، وبالتالي لا يستطيع أي جني أذيتك عن طريق السحر. وهذا ما قمنا به الآن في نهر النيل، فلقد صار جسدك محصنا ضد سحر الظلام وضد التوابع التي يرسلها عزازيل. قال الحكيم نمشالخ وهو يقترب منهما: أيها الحكيم فقطش، إن المركبة جاهزة. حسنا، جاء دورك، خذ يرى إليها. مسك الحكيم نمشالخ بيد يرى ثم تقدم به بين الغابات الكثيفة، وخلفهما كل من الحكيمين فقطش وأم تعامة وليلى. كان يرى يشعر بأن الأرض تطوى تحت أقدامه وهم يسيرون بسرعة فائقة، حيث كان ذهنه منصبا فقط على المركبة وما قد يحدث في داخلها. توقف الجميع وسط غابة كثيفة الأشجار، حيث كانت السماء محمرة تميل إلى الغروب، فقال يرى: إنه الغروب، لقد مضى الوقت بسرعة. قالت الحكيمة أم تعامة: لم تشعر بذلك يا يرى. قال الحكيم نمشالخ وهو يشير بصولجانه: انظر يا يرى، المركبة أمامك. نظر يرى بذهول إلى المركبة التي كانت ذات شكل بيضاوي مغروس نصفها الأسفل في الأرض، وهي مصنوعة من الحديد والبرونز المتداخلان. لحدود هذا الوقت لم أستوعب بعد كيف تعمل هذه المركبة. ضحك الحكيم نمشالخ وقال: أسئلتك دائما صائبة أيها الإنسي. أدخل الحكيم يده تحت معطفه وأخرج بلورة صغيرة بحجم نصف تمرة وقال: خذ هذه البلورة يا يرى، وضعها على عين واحدة وأغمض العين الثانية وانظر إلى المركبة.
وضع يرى البلورة على عينيه ونظر إلى المركبة، فإذا به يرى أضواء كثيرة بألوان قوس قزح، وهي تشيع من كل جوانب المركبة، كما شاهد رأسها يدور من اليسار إلى اليمين ببطء. فقال الحكيم نموشالخ مجددا: ارفع عينيك إلى الأفق الأعلى. رفع يرى عينيه، فإذا به يبصر حبلين رفيعين يربطان المركاب بالسماء، الأول خيط أبيض، والثاني الأقل سمكا ذو لون أحمر وهاج. فقال: يبدو أن هذه المركبة مربوطة بشيء ما في السماء، دقق النظر جيدا. بدأ يرى يتتبع الحبلين وهما ماران بين النجوم، وظل الحكيم نموشالخ يردد أكثر فأكثر حتى وصل يرى إلى نهايتهما، فقال: حسنا، يبدو أنهما مربوطان بنجمين مختلفين. إنه يسمى رأس الغول، ويتكون من نجمين، الأبيض اسمه القزم، والأحمر اسمه العملاق، وسماه حكماؤنا برأس الغول لأن النجمين يشبهان عيني الغول عندنا. قال يرى وهو فاغرا فمه من شدة الذهول: هذا جميل. من خلال هذه البلورة يمكنك أن تتجول في الكون الفسيح. حاول يا بني أن تتحكم فيها وتجعلها تنسجم مع تفكيرك. حقا هذا شيء لا يمكن للعقل أن يتصوره. بعد جولة في أرجاء الكون الفسيح أزال يرى البلورة عن عينه ومدها للحكيم نموشالخ. فقال الحكيم: إنها لك يا يرى، خذها يا بني، فإنك ستحتاج أن ترى ما لا يرى بالعين البشرية. ضحك يرى وقال: ألا ترى أنني عار؟ أين سأتركها؟ ضحك الجميع. فقال الحكيم نموشالخ: حسنا، أعطها لليلى لكي تحتفظ بها في كيس بيضة الحياة. قال الحكيم فاقتش وهو يضع يده على كتف يرى: ستحتاجها حين ستخرج من المركبة. وكم من الوقت سأمضي في هذه المركبة؟ أجاب الحكيم نموشالخ: على قدر المعرفة التي تود أن تتلقاها يا يرى. ستدخل إلى عالمك الخاص، ستحلق في أعماق المعرفة المطلقة، قد تمضي فيها يوما أو بعد يوم أو شهرا كاملا، وقد تمتد بك الرحلة لسنوات طوال. سكت الحكيم قليلا ثم قال مسترسلا: أو قد لا تخرج منها أبدا. أحست ليلى باضطراب، وبلهجة شديدة قالت: إذا كان لن يخرج منها أبدا سأدخل معه، فلا أطيق هذا الأمر. لا تقلقي، إنه يحبك وسيجد الطريق ليخرج إليك. اسمع يا بني، حين ستدخل ستنفصل عن هذا العالم. حاول أن تضع هدفك أمام عينيك، وإلا ستتوه بين الحقائق. هل سبق لإنسي قبلي أن دخل إلى المركبة؟ أجاب الحكيم نموشالخ مبتسما: الكل بني الإنس هكذا مثلك، كثير الأسئلة. ضحك يرى وقال: تراودني الكثير والكثير من الأسئلة، أريد أن أزيل كل الغموض من ذهني قبل أن أدخلها. هذا شيء مثير للاهتمام فيكم. السؤال هو طريق إلى المعرفة، والمعرفة باب من أبواب الحكمة. اسمع يا بني، ستكون أنت أول إنسي يدخل المركبة. سترى عوالم متعددة ولمحات من كل شيء. باختصار، كل ما تريد البحث عنه ستجد إجابته هناك، كما أن ما ستراه هو شيء يخصك أنت، فلا تخبر به أحدا، ولن يستطيع أحد الاطلاع عليه. قال يرى وهو يأخذ أنفاسا قوية: حسنا، أنا مستعد. رد عليه الحكيم نموشالخ: هل هناك من سؤال آخر أيها المستنير؟ لا. أطلق الحكيم نموشالخ شرارات قوية من صولجانه نحو المركبة التي اهتزت وبدأت تدور حول نفسها، فاصلة الحديد عن البرونز. فظهرت بوابة مظلمة
تقدم نحوها يرى ببطء حتى وصل قربها، وحاول الالتفاف خلفه ليرى ليلى، لكن قوة جذب قوية سحبته نحو الداخل. قال الحكيم المشالخ: ليكن إيل في حفظك يا بني، فهذا أمر ليس بالسهل عليك. اقتربت الحكيمة أم طعام من الحكيم المشالخ وقالت: السؤال الذي كان على يرى طرحه، وكم سيصمد جسده البشري داخل المركبة، لكنه لم يسأل. هذا ما يقلقني أيتها الحكيمة. قال الحكيم: فاقتش، أتمنى أن ينجح كما نجح في تحرير جسده والقدوم إلينا بسرعة البرق من بلاد سوس شرقا إلى تل العمارنة غربا. تقدمت داخل المركبة بخطى بطيئة وأنا متوجس من الظلام، وفجأة سمعت صريرا قويا كصوت الرحى وهي تدور، ثم أقفلت الباب خلفي وعم الظلام الدامس والسكون المطبق، فلم أكن أسمع سوى دقات قلبي المتسارعة. بعد برهة أخذت نفسا عميقا، ثم مددت عنقي طويلا، ولاحظت نقطة ضوء بيضاء صغيرة جدا، فكانت كلما دققت فيها النظر ازدادت كبرا، وكلما أشحت عنها تقلصت. فقلت: إني أتحكم فيها. فجأة سمعت صوتا في داخل عقلي يجيبني: نعم، أنت من تتحكم هنا. بدأ النور المشع يكبر شيئا فشيئا إلى أن اختفى الظلام، فوجدت نفسي أسبح في فضاء واسع غير محدود، بلا سماء وبلا قعر وبلا جدران وبلا حدود. ثم نظرت أسفل قدمي فوجدت نفسي واقفا على لا شيء. أصابني الذهول والقلق، مما أدى إلى فقدان توازني وسقوطي بسرعة نحو الأسفل. ظللت أسقط في قعر بلا نهاية حتى استجمعت أنفاسي وحاولت التحكم في مصيري، وفجأة ظهرت بالقرب مني حبال خضراء. حاولت الإمساك بها، لكنها هي التي أمسكتني من يدي والتفت على ذراعي، فظللت معلقا بها حتى ظهر حبل آخر ذو لون قرمزي. اقترب مني بسرعة واخترق سرة بطني حتى صرخت بقوة، لكنني لم أكن أستطيع سماع صوتي أو تحريك شفتي. سحبتني الحبال بعيدا نحو الأمام، ثم هوت بي بسرعة نحو الأسفل، فشاهدت نهرا جاريا كأنه شلال أفقي، وما إن قررت أن أنزل حتى تركتني الحبال لأسقط فيه. أحسست كأني أسبح في ماء لزج أتحرك فيه بصعوبة، ثم فجأة فقدت توازني وغرقت في عمق النهر. حاولت حبس أنفاسي لكنني لم أستطع التحمل. أحسست بالفشل، ثم استسلمت للماء، فقلت متعجبا: أنا أتنفس في الماء كالسمكة. عجبا، لا شيء يسير هنا وفق الطبيعة. تحرك مولوخ بين جنوده يعدهم للهجوم على مدينة سوسة، ويشرح لهم خطة الهجوم ودور كل فيلق من فيالق جنوده. فقال له رؤوبين: حاول يا ملوخ ألا تخسر كثيرا من الجنود، فلا زالت تنتظرنا المعركة الأهم في بابل. لا تقلق، سنباغتهم بسرعة، فهم لا يتوقعون أي هجوم، سنضربهم ضربة واحدة وهم غافلون. إذن احرص على أن يظل الجيش متخفيا بين الأحراش والأشجار حتى نقترب أكثر. امتطى مولوخ حصانه وقال: سحر السيدة لليث سيعميهم، ومارداتها سيراقبن السماء. ثم توجه بحصانه نحو الجند المعسكرين وقال: هذه الليلة سنغير على بلاد سوسة، سنهجم على أبناء شيث انتقاما من جدنا الأكبر، فاحرقوا كل شيء، واختطفوا النساء، واسرقوا الذهب، واجمعوا الغنائم. حل الليل سريعا، فقالت لليث: تعرفين ما عليك
فعله يا لقيس. نعم سيدتي، إذن هيا انطلقي. حلقت لقيس في السماء عاليا، ثم تبعتها الجنيات الماردات يتوجهن صوب سماء سوسة. فقالت لليث: كل شيء جاهز يا ملوخ، لقد حان دورك للهجوم. أمرك سيدتي. قال ملوخ وهو يتجول بين جنوده: هيا، فليمتطي الجميع جياده، وليتقدم الفرسان أولا، ومن خلفهم باقي الجنود. ثم وقف عند رأوبين وقال: وأنت ألن تأتي معنا؟ قال رأوبين مبتسما: أنا شيخ كبير لا طاقة لي بالحرب، سأظل هنا في انتظاركم. حسنا، لك ذلك. تقدم مولوخ بفرسه إلى أن وصل جيشه إلى مشارف بلاد سوسة وقال: هجوم! صرخ جيش حنوك بقوة وتوجه صوب أسوار سوسة. وفي تلك الأثناء قذفت الماردات كرات النار صوب أكواخ المدينة، فشب حريق كبير وارتفعت ألسنة النار. استفاق يارد من نومه مفزوعا وحمل سيفه، ثم ركض في بهو القلعة فالتقى بالأمير براثيل وقال: ماذا هناك أيها الأمير براثيل؟ إننا نتعرض لهجوم مباغث، ربما من جنود الظلام. ركض يائيل نحو عالية القلعة وقال: أنا ذاهب لأضرب الأبواق وأخبر سكان سوسة بالدخول إلى القلعة للاحتماء. حسنا يا بني، اذهب. ركض يارد وبراثيل صوب الخارج، فقال براثيل: أيها الجنود، احموا الأسوار وجهزوا السهام، فليتقدم الفرسان إلى الأمام. كان جنود مملكة حنوك يضعون السلالم الطويلة على جدران المدينة ويتسلقونها بسرعة، فيما كان جنود سوسة يمطرونهم بالسهام، لكن النيران المشتعلة خلفهم صعبت من مأموريتهم. نزلت لاقيس على الأرض مع باقي الجنيات وذهبت صوب البوابة الرئيسية، فقذفتها بكرات النار حتى انهارت ليلجها جنود ملوخ بكل سهولة. قال قائد جيوش سوسة: سيدي براثيل، لقد فتحت الأبواب الكبرى، يجب أن تنسحب داخل القلعة. امتطى الأمير براثيل حصانه وانطلق سريعا نحو الداخل، وخلفه كل من يارد وابنه يائيل وعدد من الجنود. حصنوا الأبواب جيدا. اقترب الأمير براثيل من يارد وأردف قائلا: اذهب مع ابنة يافا وابن يائيل عبر السرداب السري، سيؤدي بكم مباشرة إلى أعماق الجبال الخلفية، وستجد هناك كهفا سيوصلك إلى الضفة الأخرى حيث نهر الفرات، فتتبعه إلى أن تصل إلى بابل. ستكون قد اختصرت مسيرة 10 أيام. ولكن الحرب، قاطعه براثيل قائلا: فيا حامل، لا تخذلها، وفكر في حمايتها وحماية ابنك. سيرافقكم يائيل ليدلكم على الطريق. قالت فايا والدموع تنهمر من عينيها: وأنت يا أبي؟ قال براثيل وهو ممسك بكتفي ابنته: يجب أن أقود المعركة، لا يمكنني التخلي عن جنودي وسوسة، قد تعرض جدارها للاختراق. ثم عانق ابنه ويارد واسترسل قائلا: هيا انطلقوا. ركض يائيل قائلا: اتبعاني من هنا. حمل براثيل سيفه وقال للجنود: استعدوا. في الجهة المقابلة كان جنود حنوك يحرقون كل شيء يجدونه بالقرب منهم، وينهبون كل شيء غال ونفيس، ويجمعون النساء والأطفال في عربات حديدية كالأقفاص. وقف ملوخ بالقرب من بوابة القلعة، ووقفت بجنبه لليث، واصطف الجنود خلفه يمينا ويسارا. رفعت لليث يدها عاليا وقذفت بوابة القلعة بشرارة قوية متسببة في انفجارها. دخل جنود حنوك بسرعة واشتبكوا مع جيش سوسة، فيما ظلت لليث وباقي الجنيات خارجا في انتظار انتهاء المعركة. قالت لقيس: لماذا لا نشارك في المعركة؟ دعيهم يقتلون بعضهم البعض، أما أنا
فأخاف من المواجهة المباشرة معهم. تخافين؟ إذا كان أبوك عزازيل بنفسه يخاف منهم، كيف سيكون حالي؟ أبي عزازيل؟ لكني قد قاتلتهم قبل قليل، وقضيت على عدد من الجنود بضربة واحدة. ليس الأمر كما تتصورين. كانت الاشتباكات قوية بين جنود حنوك وجنود سوسة، خاصة مع المقاتلين القادمين من بابل، فقد كانوا أكثر صلابة وقوة، وتسببوا في قتل العديد من جنود حنوك. طالت المعركة إلى حدود الفجر، حيث تم إلقاء القبض على الأمير براثيل واستسلام كل الجنود المتبقين على قيد الحياة. بسرعة ضرب ملوخ رأس براثيل وفصله عن جسده، ثم حمله وخرج به إلى ليليث وقال: سيدتي، هذه هديتي لك. قبلته ليليث من فمه، ثم اقتربت منه لاقيس وقبلته بدورها وقالت: يعجبني الأبطال. قال ملوخ: لن يهنأ لي بال حتى تسقط بابل.